اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعاصية. اللهم وفق المسلمين في كل مكان لاجتماع الصف
وائتلاف الكلمة. اللهم اجمعهم على كلمة الحق على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم وفقهم للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم احفظ تونس وأهلها، اللهم احفظ تونس وأهلها، اللهم احفظ عليهم أمنهم وإيمانهم. اللهم ارزقهم الأمن والإيمان والسلامة في الأبدان والأوطان يا رب العالمين. اللهم من أراد بهم سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره. اللهم ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم عليك بكل من طغى وبغى وتجبر واعتدى. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم ياسر بن راشد الدوسري.